واهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. فيديو جديد ونهار جديد وحماس جديد يا اختي. نوضي يا اختي، واخا الشتا واخا الغموليه واخا البرد نوضي يا اختي وحيدي العكز، ولا كانت عندك شي حاجه نوضي يا اختي قديها. انا بعدا دابا غادي نوريكم شنو درت هذا النهار. بزاف الناس كتسولني اختي حنان كيفاش تقدري توفقي ما بين الخدمه وما بين الدار. شوفوا انا خدمتي في الدار، والدار هي الدار اختي، راه ضروري يديك هنا ويديك هنا، فهمتوا؟ وخصوصا من تكون عندي شي كوموند كنحاول مثلا. اصلا الفياق بكري هذاك خلاص ما تنهضروش عليه. اللي بغات تنظم حياتها هي تفيق بكري، اللي بغات تنظم حياتها يكون شنو ما بغى يكون عندك. تكوني خدامه برا، تكوني خدامه في الدار، تكوني خدامه اي حاجه غير فياق بكري. الحمد لله. وما كاينش ما احسن ما انك تفيقي قبل من الفجر، صلي صلاتك، دوشي الا بغيتي تدوشي، وبداي نهارك اختي. النهار راه طويل تبارك الله. وهنايا المفاجاه الكبرى يا اختي، الغمال اخوتي. انا غماليت، ولكن ما غادي نقولوا غير اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. كنا محتاجين هاد الخيرات ديال ربي، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي، عطانا على قد النفع. الحمد لله. كاين التيد، كاين الصابون، كاين الشتاء، ماشي مشكل عرفتو جمعت هاد الشي هذا، غملت لي الزربيه بمعنى الكلمه، ولكن كما قلت لكم ماشي مشكل. الحمد لله على لطف الله، اللهم لك الحمد. هادشي راه ضروري مع هاد تقريبا هاد الجو هذا ديال الشتا. راه هادشي راه عادي جدا، يعني ماشي شي حاجه اللي ماشي عاديه. يعني ولو تتحلي الشراجم، ولو كتنفسي الدنيا، ولو ضروري اختي غادي تجيك ريحه الغمال. ضروري غادي نغمل، ضروري ومؤكد. ايوا صافي، هذا ما كان كما كتشوفوا الحاله ديال الزربيه يرثى لها. يعني جمعتها، ما غاديش نغسلها صراحه دابا، كنت باغا نغسلها، ولكن مع الجو ديال دابا ما كي زعما ما كايناش شي شمس، حيت الزربيه خاصها الشمس مزيان. هادو شفتهم زعما تقيسهم وما الريحه فيهم، ولكن ما عندي ما ندير صراحه الله، ما عندي ما ندير دابا حاليا من غير انني نجمع هادشي هذا ديال الصالون. صافي غادي نحاول نغسل غير هاد شنو سميتي يقولوا لهم، هاد الطلامط والخدادي كلهم غادي نغسلهم اخوتي، لان هادوك بعدا ساهلين. غادي نحشيهم غير في الماكينه، ما غاديش تلقى شي مشكل ولا شي حاجه. غادي نحيدهم ونحشيهم في الماكينه صافي. والزربيه غادي نلويها نجمعها. ملي نشوف القضيه راها زاهيه ومشمشه وكلشي، راه غادي ديك الساعات غادي نوض وغادي نطلعها للسطح ونضرب لها حكه ونشرها على الحيط. اما دابا راه ما كيصلح تنشري حتى شي حاجه. صافي هنايا صبنت، اصلا كنت باديه بعدا الصابون، وكان عندي شي حاجه انا زعما باديه الصابون، وكانت عندي هكا شي حاجه مازال ما ناشفاش، وقلت انا نصبنها تلامط ونطلعهم. وهنايا اختي جيت نوريك الماراطون اللي كندير. شوفوا هاد الشيء، هاد الماعن راه كنحاول انني عاد ما تنخليش انا الماعن يتجمعوا ليا باش تكونوا فاهمين. انا يدي دائما في الماعن، دائما في التي، دائما في جافير، دائما اختي دائما. الحمد لله. لان لما راكم عارفين، خصوصا ملي تكوني خدامه ولا شي حاجه تيكثروا عليك بزاف د الحوايج هكا. المهم كنحاول بحال ايتها مرا خدامه في دارها، خدامه على وليداتها، كتحاول انها في نفس الوقت يعني ترافق ما بين الخدمه والدار. كتحاول، ولو انا خدمتي في الدار وخدمتي يعني دابا حاليا الكروسه باش نجيكم نيشان راني حابساها دابا حاليا، كنخدم غير لي كوموند بحال هكا، ومنها كنوجد للناس سلعتهم وصافي. هذا ما كان. الا كانت شي كوموند دابا حاليا راه عندي واحد الكوموند باقي ما صيفطتهاش لواحد السيده، وعندي واحد الكوموند ديال دابا ديال الملاوي في هذا في الفران بالشحمه، غادي نشاركهم معاكم. وقلت ملي جاتني هاد الكوموند هذه هنا كنت غادي ندير واحد الكارثه، عرفتو؟ غير حطيت هذيك هذا وانا نخدم الماكينه، وكانت مازال ما مسدودش هذاك البانيو ديال الماكينه، عرفتو؟ بقات كدور دغيا طفيتها، عرفتو؟ كل ما طفيتهاش هنا نقصت لها، حيت لقيتها راه كتزعزع، نقصت لها.
المهم صافي خليته، مع انني عجنته بيدي، غير خليته دلك ليا شويه وصافي، حيت ما عنديش الوقت باش نخليه يرتاح. مع السيده بغاتو من الغدا، بغات هاد الخبيزات هادو الغدا هكا، ودرت معاها تقريبا مع ديك مورا الظهر غادي تاخدهم، هي قريبه ليا ماشي بعيده بزاف، مع شويه ديال هي مكومونديه الشباكيه ومكومونديه هادو. صافي وقلت انايا ملي هي مكومونديه هادو مكومونديه الشباكيه، علاش انا ما نديرهمش حتى انا هكا الغدا ياكلوا منهم البنات، يعني حاشيه حاشيه يديه فيهم، اللهم نكتر منهم. درت العجينه فيها غير الفينو والفورس، ما درت زعما، حيت هادو كيما قلت لكم كوموند، فهمتوا؟ ملي كنبغي صراحه نديرهم انا لراسي راه كنديرهم غير بديال هذا وديال الزرع هكا، وكنخلط معاهم شويه ديال الشعير وصافي. المهم وهادو حيت كومون ضروري ندير على حساب هذاك الشيء اللي بغى الكليان. هنا جبت فلفله، هنا راه ما غادي نطيب لا حشوه لا حتى شي حاجه، جبت الفلفله اللي عندي هكا خضراء وحمراء، اللي كانت عندكم صفراء اللي كان عندكم، صافي بحال هكا اللي غادي تعمر لكم الحشوه. المهم بغاتهم السيده بالشحمه، بغاتهم بالشحمه وكما قلت لكم وفي الفران، وتصابت عندي واحد طريف ديال الشحمه كان باقي ليا، طريف صغيور، صافي درتو لهم حيت ما قدرتش انني باش نخرج صراحه د الله. كان عندي شويه ديال الضغط، كان عندي شويه ديال روينه في الدار، كانت عندي هكا شي كوموند خاصني نجمعها. المهم باش نسرب كل شيء، نحاول نسر بكل شيء ونصاوب كل شيء، من حاجه لحاجه، راكم عارفين بحال ايتها وحده يعني في الدار عندها وليداتها كتحاول توافق ما بين هاد الساعه والساعه. وكما قلت لكم انا اللي مساعدني بزاف هو ان الواحد ما كيبقاش في المنطقه بزاف، باش نكونوا واقعيين. بغيتي تخدمي على راسك كيف ما كان الحال، جات شي حاجه بحال دابا انا جاتني هاد الكوموند ديال قلت لها مرحبا، فهمتوا؟ يعني قلت لها مرحبا ما عنديش مشكل، واش فهمتوا؟ لان محتاجه نخدم، محتاجه لاي حاجه اللي تقدر تعاوني. هنا الشحمه طحنتها حتى هي صافي. من بعد ما وجدت كما كتشوفوا شرموله، راه ما غادي نشحرها كما قلت لكم، ما حتى شي حاجه، شويه ديال الشحمه وشويه ديال الفلفله والبصله، غادي نضيف شويه ديال الربيح، انا واخا غادي ندير هاد الملويات في الفران، نتوما تقدروا انكم الا بغيتوا طيبوهم في المقله طيبوهم، مي انا غادي نديرهم بغات السيده في الفران، فهمتوا؟ داكشي علاش غادي نديرهم هكا. شويه ديال الخضر وشويه د الابزار، شويه د الابزار، وغادي شويه حاره، غادي نديرها، درت غير شويه د الابزار، وغادي ندير شويه ديال التحميره وشويه د الملحه، شويه د الملحه وشويه ديال الحار. انا غادي يلاه طحينهم، شفتوا؟ شريتي غير واحد الكميه، غير واحد الخنيشه كيبيعوا هذوك العيالات، واحد الخنيشه، ايوا طحنتها بالحامض، ودرت من فوق منها شويه الزيت باش هكا تبقى مزيانه في الثلاجه. صافي وهي شرموله ديالنا واجده بلا طياب بلا حتى شي حاجه. العجينه ديالي ها هي ارتاحت، صافي غادي نقطعها وتشوفوا الطريقه معايا كيفاش كنعمرهم في الفران. دابا غادي نخلي انايا هادو هكا، نطلع دغيا نشر هادوك الحوايج بعدا تصط عليهم غير هاد الريح هذا، واخا راه كاينه الريح ولكن نحاول ندير لهم المقابض مزيان باش ما يطيروش. وصافي غادي نطلع دغيا نشرهم صافي نشرتهم. شوفوا الريح، شوفوا تبارك الله الريح، اصلا راه كاينه واحد الغمامه واقيلا غادي تطيح دابا الشتا، غادي غير ينشفوا غير شويه ونهودهم. شوفوا تبارك الله راني ضبلت لهم المقابض، شوفوا ما شاء الله الريح كطير، شوفوا الدنيا راه مغيمه، اصلا دابا راه كطيح القيطه رقيقين ديال الشتا، بحال جايه واحد الغمامه، كانت شويه ساحيه وكانت الريح، ولكن دابا شوف تبارك الله، الله يعطيها لنا على قد الفعل. المهم بعدا غير شويه يا ربي ما يطيروش، وخصوصا هادوك ديال البويات ديال الناموسيات، الا طاروا غادي يتكرفسوا في الارض.
يعني ضبط لهم المقابض. شوف ضبط لهم المقابض، غير شويه د الريح غادي يبسوا، غير شويه د الريح. ايوا هنا يا اختي ندوزو المعقول صافي. من بعد ما هنا كنت طلعت للسطح ونشرت هادوك كما قطعت معكم الفيديو، وغير هوت انا بغيت نصاوب العجينه ديالي وهي الشتا تتبدا كطيح. عرفتو طلعت دغيا عرفتو فزقت ديال بصح طلعت دغيا حيدتهم لان غادي يفزقوا ليا اكثر ما كانوا مع ديك الشتا الاولى كتكون سريعه دغيا كضرب هكا. ايوا صافي المهم هوتهم دغيا الحمد لله ما لقيت حتى شي حاجه طاحت، ما طاروا ما حتى شي حاجه، حيت ضبلت لهم المقابض واخا كانت الريح بزاف. واصلا ما طولوش راه كيف بحرا انا اللي مشيت في الدروس سرحت رجليا وصافي. عرفتوا كيف ما طلعتهم دغيا هوتهم صافي. المهم هوتهم خليتهم هكا في الشبكه تنشوف عاوتاني فين غادي نعلق هذاك الشيء، خصوصا الطلامات وهذاك الشيء ضروري خاصهم ينشفوا مزيان وخاصهم الشمس صراحه هادوك باش تاديك واخا تصبنوا الصراحه، ومع كانت فيهم الريحه الغموليه وكل شيء. يعني ما عرفت شو انا اصلا الماكينه ديالي مازال ما عرفت شي برودوي ولا شي حاجه اللي نقدر يعطي الريحه بحال هكا في الحوايج. ما عرفتش واش كاينه شي حاجه د الحوايج يعني كيعطيو هكا الريحه، شي كنستعمل غير ديال الحوايج وصافي. حتى هو فيه شويه د الريحه ولكن ماشي بحال المعطر اللي كيكون خاص بالحوايج، هذاك راه معطر تيقولوا له تيكون خاص بالحوايج. وخاصني نشري شي حاجه تكون زوينه بحال هكا ديال الماكينه ديال الاوتوماتيك هكا ما كان وصافي. المهم هنا بديت اختي قسمت الكرات ل9 الكرات، واخا ما تعمروليش كاملين، تعمروا لي غير 8 ولكن قسمت 9 الكرات صافي. ملي قسمت لهم الصغيره ديالهم انتما كما كتشوفوا، يعني وحده كبيره وحده صغيره. هذيك الكبيره هي اللي كنعمر مزيان وعاد كندير هاد الصغيره هذه وبالاستعانه بهذيك الزويته اللي فيها التحميره. هاد احسن طريقه وكيجيو بنانين ولذاذين. غادي نوريكم وحده هانتوما تتجيبوا هذيك الكبيره قطعت 9 كبار و9 صغار، كتجيبوها هذه كتحلوها مزيان. هذه هي الطريقه باش انكم تعمروهم مزيان وفي نفس الوقت كيجيو رائعين. كتحلوها مزيان هكا العجينه. عاد العجينه ديالكم قد ما كارتاحت هنا كنهز حتى شويه من التحت باش تعطيني هذيك الحموريه مزيان. كنهز حتى ديك التخت ديال التحميره كنهزو من التحت صافي. وكنجيب الحشوه ديالي كنحاول نسرحها بحال هكا، كنحاول نديرها بحال هكا مزيان. جربوا هاد الطريقه حيت راه الحشوه ما طايباش راه احسن من هذيك الحشوه اللي كتكون طايبه، كيعطي واحد البنه ما شاء الله. صافي هنايا كنحاول هذاك الشيء اللي لاصق في يديا كنحاول ندير بحال هكا. هذه واخا مقطعه ماشي مشكل، غادي نكحزوها لهنا وغادي نجيب وحده صغيره بحال هكا وغادي ندير لها هكا ونطلقها. هذه هي اللي ما كتخليناش الحشوه انها تعاود تخرج. صافي كنجي كندير حتى هي هكا الحموريه. راه ديال الزنقه راه كيديروا غير التحميره، وكاين الناس اللي كيديروا شويه ديال البصله، كاين الناس اللي ما كيديروش كاع البصله كيديروا غير التحميره بحال هكا ويجمعوهم شويه د الربيع صافي ويعطيوكم الملاوي. وهذاك راه ما ملاوي ما حتى شي حاجه. الملاوي الا ما كانتش فيه هكا الحشوه راه ما ملاوي ما والو صافي. وها هما بعد ما طابوا راه باقا كنطيب، كندخل غير بثلاثه في الفران. المهم السيده غادي نعطيها 4 حيت كوموندات غير 4، وانا غادي يبقاو لي هادوك اصلا تعمروا ليا غير 8، انا نعطيها 4 ويبقاو لي 4. شوفوا كيفاش كيجيو ما شاء الله ديال الفران، كيجيو صراحه زوينين. هانتوما شوفوا كي مقرمشين. غنحل لكم وحده باش تشوفوا كيفاش داير من الداخل.
هذا تقدروا تعتمدوه في رمضان، كيجي ما شاء الله. شوفوا كيفاش كيجي الحشوه، واخا ما طيبناها ما شي حاجه كتجي بنينه بهذه الطريقه هذه. جربوها، انا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم. شوفوا ما شاء الله كيجي لذيذ بزاف. انا بلاتي كيحماق ولا هذا الخبز هكا معمر كديروا له مبريري داتاي صافي. وفي رمضان نعاودو كذلك ومثال، يعني كديري مع ويسر اما بريري داتاي. اصلا دابا الحال راه جاي بارد، غير بريري داتاي وصافي. وانسان كل مره يخلط الدعيوه، والحمد لله عليها نعمه يا ربي. اللهم لك الحمد. ما تنساو لياش هذاك اللايك الخوت، الله يجزيكم بخير، باش هكا طلع القناه شويه ويتفاعلوا الناس. ايوا هذا ما كان، الله يكبر بكم يا ربي، امين.